برطمان من التتبيلة لازم يكون موجود في تلاجتك، ما ينفعش تستغني عنه تحت أي ظرف، هيريحك كتير وهيدخل معاكِ في كل التتبيلات. أول حاجة هنا عملتها زي ما أنتم شايفين كده، حاجة مجنونة جدًا، شفتوني باحط التوم في الزيت هتقولوا إيه ده هي بتعمل إيه؟ أول حاجة زي ما أنتم شايفين كده أنا قشرت شوية حلوين كده من التوم، وبعد كده حطيت شوية من الزيت سخنوا، نزلت عليهم على طول بالتوم زي ما أنتم شايفين كده. أول ما التوم ياخد لون أصفر خفيف بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، هابدأ إن أنا أرفعه على طول من على النار. أنا مش عايزاه يتحمّر ولا حاجة، أنا بس عايزاه يدبل يبقى طري، وفي نفس الوقت ياخد لون خفيف كده. معايا بقى هنا فلفل حار، فلفل أحمر، هابدأ إن أنا زي ما أنتم شايفين كده هانغّزه من الجنب عشان بس ما يفرقعش معايا في الزيت بالشكل ده كده، وهابدأ على طول أنزل بيه في في الطاسة على طول في الزيت في نفس مكان التوم بالضبط، تمام. هاحط برضه كل كمية الفلفل معايا، هنا أنا باورّيكم التوم إن هو طري ومستوي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، هابدأ إن أنا أشوّح فيه الفلفل كمان لحد ما يدبل معايا وكمان يستوي بالشكل اللي أنتم هتشوفوه دلوقتي، اللي هو إيه، هيدبل بس شوية كده ما يكونش مستوي أوي. هانزل عليه بقى بالتوم كمان وأشوّحهم مع بعض ونضيف عليهم التوابل بتاعتنا، حطيت عليه شوية من الملح وشوية من الكمون، دي كده كل التوابل اللي أنا هاحطها عليه، مش هاحط عليها أي توابل تاني غير كده. هاشوّحهم مع بعض وكده دي كده الحاجات الأساسية بتاعة التتبيلة بتاعتنا. طيب التتبيلة بتاعتِك دي بقى أنتِ هتستخدميها في إيه؟ أنا هاقول لِك، هتستخدميها في الفلفل والبتنجان المقليين، هتستخدميها مثلًا هتاخدي منها معلقة لو أنتِ بتعملي طاجن بامية، هتنقل معاكِ البامية في حتة تانية تمامًا، هتحطيها في التتبيلات، تتبيلة فراخ، تتبيلة لحمة، أي تتبيلة أنتِ عايزة تضيفي فيها توم وفلفل هتلاقيها معاكِ جاهزة وسريعة وحلوة جدًا، جدًا. ممكن تدخّليها في أي حاجة أنتِ يعني عايزة تدخّلي فيها توم وفلفل، ما فيش أسهل من كده، كل اللي عليكِ هتطلّعي البرطمان من التلاجة، هتاخدي منه معلقة هتلاقيها معاكِ سهلة جدًا. زي ما أنتم شايفين كده أنا استنيت لحد ما هديت شوية، وبعد كده حطيتهم في الكبة وبدأت إن أنا أفرمهم كويس جدًا. أنا بافرمها وبانعّمها وبعد كده بافضّيها في برطمان في التلاجة بتقعد معايا بالشهور، والله ما بيحصل لها أي حاجة، بالشهور في التلاجة ولا هتقول لِك أي حاجة. تمام، فرمناها كويس جدًا، نجيب بقى برطمان إزاز نكون غاسلينه ومنشفينه كويس، أهم حاجة نكون منشفينه كويس، وبعد كده نفضّي فيه الخليط بتاعنا ده. حطيت بقى كمان شوية من الزيت على الوش كده عشان يحفظوا معايا وما يعملش أي طبقة خالص من فوق الوش بالشكل ده كده. احفظيه بقى بالتلاجة أو في الفريزر، بس لو في الفريزر ما تحطوهوش في حاجة إزاز. أتمنى تكون الطريقة عجبتكم.